السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أصدقائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اليوم الجديد من فعالية بطولة العالم للناشئين المقامة في إندونيسيا. المباراة الخاصة بالدورة الثمن النهائي. هذه الفترة فترة المباريات الإقصائية، مباريات خروج المغلوب. بعدما تعرفنا على نتائج لقاءات الدورة الثمن النهائي، تأهل البرازيل كان منطقيا، تأهل إسبانيا، تأهل المنتخب الألماني. اليوم مالي لقن درسا كرويا كبيرا للمكسيك 5-0، أقوى حصة وأكبر حصة في منافسات دوري الثمن النهائي. إذا ستعطى البداية وكل التوفيق إن شاء الله ليدفع الآن. صار أعلى والطموحات صارت أكبر، والحميد مع علي اللي صنع 3 أهداف في دور المجموعات وصلت إلى المباراة النهائية. كان ذلك قبل 8 سنوات. العالم انطلاقا من الجهة اليسرى، هنا الحموني يعكس الكرة، ستلعب هذه الركنية، مرفوع الكرة بالراس والدفاع يتدخل. ضغط نيراني اقوياء وخلفه يقف ايوب شيخون ممتاز. هنا اناس سوء تفاهم مع الشباب من الارتقاءات الايرانيه والراسيه. بعد ذلك تلعب الضربه الحره. دارفيش واني تمشي كرة لكوتون، هون تمشي إيرانية 1 على 1، المراوغة وبعد ذلك الحكم يقول خطأ. هذا لما في القائمة الثاني بالراس حمزة كوتون، ودي صعبة. شكلت خطورة على مرماك يا طايا من غوزيل. التسديدة المخاطرة كبيرة يا سعيد. ترفع كرة في القائمة الثاني وبروني يرفع يا الحموني، هنا يعكس الكرة الحموني. إيرانية ترفع والمتابعة بالراس. يا طه يا طه يا طه يا طه يا طه، ماذا قلت يا طه؟ ماذا قلت يا طه؟ يعني لازم التركيز أكثر في طريقة الخروج، لا تغامر كثيرا يا طه، لا تخرج كثيرا يا طه. اسمع الحناشي مرر والحموني بعد ذلك، وهذه فرصة لا في التسلل. يا الحموني يمشي، الحموني مراوغة ممتازة، الحموني فيها خطأ. كل ما لعب المغرب كرات على الارض هنا على مشارف في منطقه جزاء، وطه الكره بعد ذلك تتحول الى الركله اخرى. نيما اندراس بن غوزيل حاول يخرج، وبالتالي كبيره سواء مع الانديه كذلك او حتى مع الفئات اللي خرج اليوم على يد مالي 5-0. بينما كره اماميه هنا العرضيه والعرضيه الثانيه قرر لي الزواني. هذه فرصه مع علي والزواني. من يتابع الكرة الثانية مغربية في هذه اللحظات، مغربية في هذه اللحظات. بودليل مرة أخرى، هل يفعل بودليل مرة أخرى في القائمة الأولى؟ الجيل اللي حقيقة يعني لم تواصل تلعبها مع علي يرفع الكرة والصراعات. لاحظ بأن اللاعبين المغاربة لا يخسرون الكرات، يحاولون عدم خسارة الكرة، يحاولون ربح كل. اسماعيل يرفع اسماعيل برافو. اعلم هل هي مبالغ فيها، هل هي منطقية؟ أناس يتقدم، أناس سريع، أناس يا أناس. الكرة 11 دقيقة، أيوب شيخون وبرا كتيبة في أخطاء الآن يجب استغلالها. أمين كتيبة يا كيفو اللي بعد بالراس تبقى خطيرة وطابا، ولم تمرر بشكل جيد ولم تسطر لهجمة كان ممكن تشكل خطورة على الدفاعات. الإشارة يرفع كرة في المنطقة وبرا الحموني تقدم يا الحموني، فرصة الحموني العرضية. طايا الزواني في عملية الاحتفاء بالكرة، في خطأ كوتون يمشي بها لمسة واحدة معالي وكوتون ذلك هنا يستحوذ على الكرة. دقيقة تقريبا دقيقة هذه الإعادة. بالتالي نحن في حاجة ماسة لكل الإيراني. هذه الإعادة خطأ المرتكب من ناير يمرر بعد ذلك معالي التوحيد المعروفة. ترفع الكرة والراسية لحسن الحانيين في المرور عبر وسط الميدان، وبالتالي يعتمدون على في بعض الأحيان توصل الكرة الحموني. يا سلام يا الحموني، تقدم يا الحموني، يمشي الحموني، يمر الحموني يقدم الكرة، تمشي مرة أخرى للشيخون. أناس في الاستلام، أناس يحاول يا شيخون، هنا وصلت لي أناس، شوت يا أناس، شوت يا الحموني، يلا يا الحموني.
طالت الكرة أكثر من اللزوم. قد عند كلامي مهاريا فنيا المغرب أفضل من إيران. هذه الكرة البينية ممتازة. ناير اللقطة الماضية لا وجود لوضعية التسلل، وهنا الخطأ. نعم كان في تدخل في الكرة الماضية. تدخل واضح. يا مرور، هنا مراوغة وتسديدة. روعة منك يا الحموني، روعة منك يا الحموني. كنت قريبا من الهدف الأول، كنت قريبا جدا من الهدف الأول يعني. وطه يتصدى كرة، هنا تسديدة جول. كتيبة، يلا يا كتيبة. وخطير، وجول يا أناس غير معقول. هذه الإعادة مرة أخرى، التدخل من أرشا شكوري والمتابعة بعد ذلك الأولى والثانية. يا أناس يا علاوي. هذا هو اللاعب الخطير، هذا هو اللاعب رقم 10 اللي دخل في الشوط الزواني من جديد. محمد أمين كتيبة، أنا قلت لكم في المراوغات من كتيبة ينقلها. التسديدة، الحموني استلام رائع. الحموني حاول، الحموني مرر ومراوغة ودخول بعد ذلك المراوغة الثانية. طمع في الناير. لا يا ناير، طمعت في هذه الكرة يا ناير، طمعت في هذه الكرة. الأنانية غير مطلوبة تماما يا ناير. الأنانية أخرى، تمريرة خطيرة، جول. ركنية معاك يا بودلال، ممكن معاك يا بودلال. الراسية لا زالت 3 ضد 3. هنا 1 ضد 1 والكرة تخرج. معالي يبحث عن التسديد. التسديد لك يسال الكرة أمامية. حذاري من التسديد. الهالي موجودة في مناطق الإيرانيين. هذه عرضية. أناس والركنية ضربة مرمى لنيما. العرضية خطيرة والهدف الإيراني. اسماعيل غوليساي يسجل أول هدف المباراة لفائدة المنتخب الإيراني. هدف يأتي ضد مجرى اللعب، وهذا ما كنا نتخوف منه مشاهدي الكرام، أنه هدف مفاجئ، هدف مباغت، هدف يأتي ضد مسار واتجاه المباراة، لأن الكرة هذا الشوط الثاني من هناك على جيريوم. هذه ممكن. دفاع يتدخل، كان في خطأ. الزواني يعكس هذه الكرة العرضية. المتابعة للحارس. حموني يتقدم، هل يرفع الكرة؟ حموني العرضية مغربية مع نزيه، والزواني يدخل. الزواني برافو، الزواني ركنية. الحموني الآن، حموني يعكس. الحموني مغربية معالي راوغة، معالي فيها خطأ وفيها إنذار. الآن وزان والعارضة وفرصة جول. لمسة يد ماذا؟ أي حظ عاثر هذا يقف أمام اللاعبين المغاربة في لمسة يد. يفقد التوازن. برافو كوتون. يا تمشي جهة إلى اليسرى. الزواني، برافو الزواني والركنية. حسين عبدي، كرة تمشي أمامية وطه بعد ذلك يتابع الكرة. هنا السلام، هنا الدوران، هنا محاولة التسديد، وهنا ماذا يقول الحكم؟ في خطأ. الحكم يقول ناحية الحموني. حموني مرفوع الراسية. حمزة يرفع داخل منطقة الجزاء. محاولة وطق اسماعيل طه. حمزة كوتون يعكس كوتون في اتجاه وزان وبالراس. هذه جول. التعادل عن طريق العزاوزي. التعادل في الوقت البدل الضايع. التعادل بمجهود رائع من وزان. كل العمل يا وزان. أحلى كرة، أحلى عرضية. حمزة كوتون يعكسها. وزان هو الركلة. وزان يسجل. يتقدم داربش. يتقدم عزاوزي، سجل. نافاري يتقدم. نافاري يتلقى الإشارة. نزيه سجل. كورتك يا طه. إذن سيتم إعادة تنفيذ الطاهري. يمشي لتنفيذ. برافو. الزواني والإشارة.
السلام عليكم الاخوان والاخوات، مرحبا بكم في هذه القناه. واش اخبارك؟ المهم الاخوان، القناه غادي يبقى يطلع فيها جميع المواضيع تقريبا اللي فيها الاخبار الرياضيه، يعني اي حاجه كتتعلق بالاخبار تكون في هذه القناه ان شاء الله. كنتسناو التشجيع ديالكم، وكنتسناو اي واحد تفرج في شي فيديو ولا شي حاجه عجبو يدير اللايك والاشتراك وتكونوا معنا، وان شاء الله ما يكون على الخير. تبارك الله على الجميع، الله يحفظكم.